حلقة جديدة ان شاء الله تكون حلقة خفيفة عليكم كده. معانا النهاردة كام خبر كده يخص نادي الاهلي واخبار مهمة جدا جدا جدا، وكمل معايا لحد اخر دقيقة في الفيديو. الاهلي يدرس عودة الشاب طبعا احمد عبدين المعار لنادي سيراميكا في الانتقالات الشتوية المقبلة او نهاية الموسم لتدعيم خط الدفاع، طبعا بعد مشاكل اللي اصابات داخل النادي الاهلي في المدافعين. الكابتن احمد شوبير قال محمد شريف هل الاهلي يفاوضه ولا ما يفاوضوش؟ بالتاكيد الاهلي مش هيسيب محمد شريف، وقال ان محمد شريف هيبقى فري في يناير اللي جاي، بس ما اعتقدش الاهلي بمنتهى البساطة يفرط في شريف، ولو في فرصة بالتأكيد هيبقى موجود في نادي الأهلي الفرصة القادمة. الأهلي مش هيفرط في محمد شريف، لو نادي الخليج هيسيبه هيبقى موجود في نادي الأهلي. ده كلام على لسان الكابتن أحمد شوبير. الكابتن إبراهيم عبد الجواد قال زيزو عايز 100 مليون جنيه في السنة عشان يجدد لنادي الزمالك، وقال ان الزمالك ما عندوش اي فرصة او اي فلوس يقدمها لزيزو غير 60 مليون بس فقط. الاهلي يفتح التفاوض مع اللاعب مصطفى العش لاعب نادي زد لتدعيم خطوط نادي الاهلي في الدفاع. الكابتن محمد فاروق قال وسام ابو علي طلب تعديل عقده مع الاهلي، ويرغب وسام ابو علي مهاجم الفريق الاهلي في تعديل عقده ماليا بعد رفض النادي مناقشه اي عروض اوروبيه تصل في الوقت الحالي. الحاجه طبعا الاهلي لخدماته الفنيه، ورفض السويسري مارسيل كولر تفريط في اللاعب وسام ابو علي مهاجم الاهلي ويحصل على 900 ألف. اللاعب وسام بياخد في الأهلي 900 ألف دولار، ويرغب اللاعب في الحصول على 1,200,000 ألف دولار خلال الفترة القادمة بعد إغلاق ملف رحيله عن القلعة الحمراء. كولر يوافق على رحيل اللاعب بيرسي تاو في يناير اللي جاي. وافق مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي على رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو في المرحلة المقبلة، واشترط مارسيل كولر بالتعاقد مع صفقة أجنبية في خط الهجوم سوى مهاجم صريح أو جناح خلال الفترة الانتقالات الشتوية في يناير. وكانت اللجنة التخطيط قدمت رفض فكرة التجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في نهاية الموسم، ووصلت برحيله في يناير اللي جاي. لاستفاد نادي الأهلي من مقعد بديل ليه في نادي الأهلي يبقى متاح لأي لاعب أجنبي يخش نادي الأهلي مكان بيرسي تاو. كولر جدد التعاقد مع اللاعب محمد بن رمضان، وناديه بقى مقتنع على البيع بالتقسيط. واخيرا اخبار اوروبيه. اهتمام بايرن ميونخ بعمر مرموش حقيقي. بايرن ميونخ مستعد لطلبات اللاعب الكبير عمر مرموش الماليه، وكمان ضمن اللاعب للعب في بايرن ميونخ كاساسي. نجم المصري لسه في كلام عنه. كابتن عمر مرموش ضمن اهتمامات نادي برشلونة الأسباني في الميركاتو القادم، فهل تحدث الصفقة أم لا؟ لسه معاكم في أخبار الأوروبية. عاجل برشلونة يقدم عرض رسمي للكابتن محمد صلاح، عقد لمدة موسمين براتب سنوي يقدم ب 15 مليون يورو. الفريق الكتالوني ينتظر عدم تجديد محمد صلاح عقده مع ليفربول للتعاقد مع الأسطورة المصرية بشكل مجاني. كده يكون وصلنا لنهاية الحلقة. لو لسه ما ضغطش على اللايك اضغط على اللايك واعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصل لك جميع اخبار نادي الاهلي. وكمان لو لسه ما ذكرتش الله اذكر الله وصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وفي النهاية شكرا لدعمكم واشوفكم بكرة ان شاء الله. انتظرونا. السلام عليكم.